يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بقالي فتره كبيره بنزل لكم حوادق. النهارده هنعمل لكم حلو اللي هو الجاتو شاتو كراميل. حاجه كده خرافه، اكنك بتاكلي قطعه جاتو تحفه. طريقتها بسيطه جدا وسهله، لو عملتيها بجد هتتعودي عليها وتعمليها كل يوم، وطعمها خفيف جدا ومن احلى الوصفات لقلبي. ومليانه طبقات، وتلاقي كده الكيكه مليانه لبن كراميل كده على الوش. بجد يا جماعه تحفه. يلا معايا عشان نشوف الطريقة بالتفصيل. أول حاجة بننزل بكوباية لبن، وبنفس الكوباية اللي استخدمناها بنحط كوباية سكر عشان النسب تبقى متساوية، ونضربهم كويس جدا عشان السكر بتاعنا يدوب. بعد كده ننزل بنفس الكوباية برضو كوباية زيت ونضربهم برضو كويس جدا. ولو انت ما عندكيش العجانة بنستخدم الخطوات دي بالخلاط. وبعدين بننزل عليهم بظرفين من كريم الكراميل الجاهز. وبعدين نرجع نضرب كويس جدا برضو. وبعدين بنحط 3 معالق كبار من اللبن البودر. بنفس برضو الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها بناخد كوبايه من الخليط اللي احنا عملناه ده. انا بوريكم السمك بتاعه ده، هندخله بقى التلاجة عشان يجمد شويه، لانه سمكه ده هيجمد اكتر من كده. الخليط بقى الباقي هنزل عليه ب3 بيضات ونضربهم كويس جدا. وبعد كده ننزل عليهم بكوبايتين دقيق، وبعدين بكيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. وبعدين نضرب كويس جدا لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. في الوقت ده بفتح على الفرن عشان يسخن كويس جدا، وابدا اجهز الصينيه بتاعتي. طبعا برشها رشه زيت واعفرها بشويه دقيق عشان الكيكه تطلع معايا بسهوله. هبدا بقى انزل بالخليط بتاعي في الصينيه وادخله الفرن في الرف اللي في النص. اول ما بدخله الفرن بقلل درجه حراره الفرن لوصلها ل 180. وما افتحش على الفرن ابدا قبل ما يعدي نص ساعه. بعد نص ساعه ممكن نفتحها ونطمن ان الكيكه اتخبزت ولا لسه. تاخد معايا حوالي ساعه الا تلت او ساعه الا ربع. هنا اول ما طلعت بحط لها كوبايه ميه ساقعه تشربها كده، واسيبها على جنب عشان هعمل خليط الكريمه. خليط الكريمه بتاعي عباره عن كوبايه لبن ساقعه جدا من التلاجة، لازم تكون ساقعه، معاها كيس كريم شانتيه، كيس فانيليا، مع معلقتين قشطه بتاعت وش اللبن. ما عندكيش ده خطوه اختياري براحتك، او ممكن تشتريها من السوبر ماركت عادي. انا هنا بعمل وش اللبن واحطه في الفريزر واطلعه وقت ما اعمل بالحلويات. وابدا بقى اضربهم كويس جدا لحد ما تعمل كريمه تقيله معايا. هنا بقى خلاص كان عدى وقت، فالكيكه شربت اللبن اللي انا كنت حاطاه عليها. هبدا بقى انزل بخليط الكريمه واوزعه كويس جدا في الطبقه دي. هنا خلاص كنت وزعت الكريمه كويس. هبدا ادخل الخليط ده بقى التلاجة يمسك شويه. انا بوريكم هنا بصوا الطبقتين عاملين ازاي تحفه. لازم يدخل التلاجة حوالي مثلا ساعه قبل ما يمسك عشان انزل خليط الكريم كراميل في الاخر. هنا بقى طلعت الخليط اللي انا كنت عاملاه، اللي هي الكوبايه اللي كنت حيشاها في الاول اللي فيها كريم كراميل. هبدا بقى اوزعها على الوش. كيس الكراميل اللي بيبقى جاي معاه جاهز بقى ابدا اعمل بيه اشكال على الوش كده زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه مهما اوصف لكم بجد مفيش اجمل من الكيكه دي. روعه بجد، هتعشقوها. وخصوصا كمان انها سهله وسريعه جدا، ما بتاخدش اي وقت. هنا بقى حبيت اقطع لكم قطعه كده، وبرده على القطعه دي هزوق بقى بالكيس برده بتاع الكراميل عشان شكلها حلو. نعمل اشكال كده، وبنجيب خله عاديه بنحرك الاشكال دي بتعمل سمبوكسات وحاجات كده، بتدي شكل شيك جدا. ويبقى فعلا يا جماعه طعمها اكنك بتاكلي جاتوه تحفه. وخصوصا بقى انها مليانه طبقات، وفي حته اللبن اللي احنا حطيناها دي مخليه الكيكه تدوب وبتنزل كميه لبن رهيبه. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وبتمنى انكم تجربوها بجد هتدمنوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيفرق معايا كتير جدا. ومستنيه كومنتاتكم لان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. واللي بيتفرج عليا ولحد دلوقتي لسه ما اشتركش يعمل سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. وبكده اقول لكم استنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.